السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وفي احسن الاحوال، ومرحبا بكم في قناه مطبخنا ديال بلوزيل. الوصفه ديال اليوم الوصفه ديال الزمان اللي كنا كناكلوها شحال هادي، القراشل البلديين اللي كنا كنصوبوهم. نهار اللي كنصوبوهم كلشي كيشم الريحه ديال القراشل، ما فيهم لا بيض لا زبده. غندوز نعطيكم المقادير وطريقه التحضير. الاول غادي ناخذ الحليب. عندي 300 غرام ديال الحليب دافئ. غنضيفوا ليه 80 غرام ديال السكر، ونضيفوا خميره الخبز 10 غرام. غادي نخلطوهم، غادي نغطيوهم بواحد البلاستيك ونخليوهم يتفاعلوا. صافي، من بعد ما يتفاعلوا غنضيفوا جميع المكونات. غنضيفوا الزيت 135 غرام ديال الزيت. من بعد غنضيفوا 25 غرام ديال الزنجلان اللي حمرته شويه، وغنضيفوا 10 غرام ديال حبة حلاوة و10 غرام ديال النافع، كذلك صهدتهم شوية ودقيتهم. ماشي طحنوهم، غير تهرسوهم وصافي. يعني دقوهم في المهراز ولا المهم اي طريقة، المهم يتهرسوا ماشي يطحنوا باش يطلقوا داك الريحة. دابا غنضيفوا 400 غرام ديال الفينو، وغنضيفوا 190 غرام ديال الدقيق الفورس. غنضيفوا الملحة، نصف ملعقة صغيرة ديال الملحة. وغنضيفوا 8 غرام ديال خميرة الحلويات. صافي، وغادي نبدا نعجن، سواء عندكم العجانة ولا تعجنوا باليد. ومن بعد غادي يبقى لينا ماء الزهر، غادي نبقاو نضيفوه حتى الاخير شويه بشويه. خصو يكون دافئ، تسخنوه شويه ماشي تسخنوه بزاف، غير شويه وصافي. عندي انا غنضيف هنايا 220 مليلتر ديال ماء الزهر، ولكن غادي نبقى نضيفو شويه بشويه. العجينه ديال القراشل خصها تكون مطلوقه وكتلصق في اليدين. دابا غنبقى نضيف ماء الزهر. الكميه اللي ضفتها 220 مليلتر ديال ماء الزهر، ونبدا نعجن. غير السميده كتحتاج شويه ديال يعني كنحتاج اننا نعجنوها شويه. كما كتشوفوا العجينه كتكون مطلوقه وكتلصق في اليدين. ده هو القوام ديال العجينه. كما كتشوفوا العجينه كتكون مطلوقه وكتلصق في اليدين باش يجيونا القراشل رطبين ومفشفشين. صافي، غادي نجمع العجينه ديالنا، وغادي ناخذ واحد الانيه اللي غنخلي فيها العجينه تخمر. غادي ندهنوها بالزيت، ودائما ندهنو يدينا بالزيت، نعاونو بالزيت لان العجينه كتلصق. غندهنوها من الزيت من الفوق، ونغطيوها بالبلاستيك الغذائي، وغادي نخليوها تخمر. صافي، من بعد ما خمرت العجينه ديالنا ضروري يدينا خصنا ندهنوهم شويه بالزيت باش ما تلصقش لينا، وغادي ندهنو سطح العمل بالزيت. غادي نخرج داك الهواء اللي في العجينه، ونبدا نشكلهم كويرات بالحجم اللي بغينا. ولكن غنقول لكم انا شحال درت في كل وحده. انا الحجم اللي درت فيه 65 غرام،
ولكن الحجم القريشلات ممكن ديروا بين 65 و80 غرام، تقدروا ديهم حتى ل80 غرام. صافي من بعد ما شكلتهم كويرات، دابا غنبدا نقرصهم. القريشلات خصنا نقرصوهم شويه على هذا الشكل، ضروري ندهنوا يدينا بالزيت ونقرصوهم، ما يبقاوش هكذاك طالعين بحال خبز ديال البرقال ولا البريوش، ولا هادو راهم القريشلات ماشي البريوش. صافي ونقرصهم كاملين على هذا الشكل، ودائما ندهنوا يدينا بالزيت الا كيتلصقوا غير شويه صافي نعاونوا بها العجينه باش ما تلصقيناش في اليدين. صافي من بعد ما قرصناهم على هذا الشكل غادي نغطيوهم وغادي نخليوهم يخمروا. ما نخصناش نخليوهم يخمروا بزاف، يعني يدوز عندهم التخمار، غير تشوفوهم غير شويه طالعين. صافي غادي ناخذ اصفر البيض، غندير فيه شويه ديال الحليب وندهنهم. الفران شعلته على 200 درجه قبل ما يبداو يخمروا الخمره الثانيه، يعني غير شكلتهم كويرات مشيت شعلت على الفران 200 درجه من الفوق والتحت. غياخذوا لكم حتى ل20 دقيقه، المهم غير تشوفوهم تحمروا تخرجوهم من الفران. صافي من بعد ما دهنتهم بالبيض، اصفر البيض والحليب، درت عليهم الفوق الزنجلان. منين كيتحمروا كنخرجوهم من الفران، نغطيهم بواحد المنديل حتى يبردوا. شوفوا الشكل ديالهم كيفاش كيجيو خفافين. الا عمركم ما جربتوا القريشلات بالفينو جربوهم وغادي تشوفوا، راه عمركم ما غادي تستغناو عليهم، غادي يبقاو معتمدين عندكم. بالنسبه لطريقه الاحتفاظ ديالهم، ديروهم في البلاستيك الغذائي في الميكا اللي كان الخاص اللي كنديروهم في المجمد، ومنين تبغيوهم تخرجوهم بحال اللي طيبتوهم في داك الوقت. شوفوا كيفاش كيجيو من الداخل، كيجيو خفافين، كيجيو رطبين. المهم خصكم تجربوهم باش تعرفوا كيفاش كيجيو. يعني نعيا نوصف لكم كيفاش كيجيو، ما غاديش نوفي في حقهم. راه كيجيو واحد القريشلات خطيرين اما المذاق. كتبقى ديك البنه، كتبقى ديك البنه ديال القراش في الفم ديالنا ملي كناكلوهم. ديك ديال ماء الزهر وداك حبة حلاوه النافعه، عرفتوا الدار فيها كامله الريحه. الريحه كتخرج حتى على برا. هذوك هما القراش اللي ديال الزمان، كنا منين كنصاوبوهم كلشي كيشم الريحه. نتمنى تعجب لكم الوصفات، ونتمنى انكم تجربوها. ضروري خصكم تجربوها، لانكم الا جربتوها غيوليو معتمدين عندكم. وشكرا مره اخرى مع وصفه جديده، فيديو جديد، مع السلامه.